السلام عليكم، إيه الاخبار رجاله؟ وحشتوني جدا 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 في يوم بتاع القمه المصريه. صلى على النبي الاول يا صاحبي الفيديو عشان تاخد ثواب وانا اخد ثواب. وادعمني باشتراك في القناه، طبعا لو انت مشترك هتشوف كل جديد. مبدئيا قمه، وهي واحداث اللي قبلها كلها قمه يعني. احداث المفاوضات مع امام، واحداث المفاوضات مع مصطفى فتحي ويقول لك فتوح والاحداث اللي بتحصل جوه النادي الاهلي من ديانج هيتوقف ولا مش هيتوقف، فاهم؟ مديه طعم تاني للقمه يا جدعان، رغم ان طبعا كتنافس الاهلي كده كده ضامن الدوري، والزمالك هيلعب كونفدراليه، بس القمه تبقى قمه. لان هو الزمالك لو فاز هيعكنن على الاهلي، الاهلي لو فاز هيبقى بص، ذبح الموضوع بتاع الزمالك دوت من كل الاتجاهات. النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها، هكلمك طبعا عن تشكيله الاهلي وهكلمك عن تشكيله الزمالك، بس في اخر الفيديو انا عايز اتكلم عن موضوع الابتزاز بتاع المبادئ. انت اهلاويه كده المبادئ، ما عندكش مبادئ يا عم. انت اصلا مش معترف ان انا عندي مبادئ من قبل موضوع امام عاشور، فانت يا انت بتهددني بيها يا اما بتنكرها. يعني انا لو ما خدتش امام عاشور هيبقى عندي مبادئ؟ ما حصلش. طول عمرك هتقعد تقول ان ما عندكش وبتاع ايه. انت ما عندكش مبادئ في كلامك حتى، فاهم انت الفكره ازاي؟ لو هتتكلم مبادئ يا عم، ده الاهلي انت بتفاوض، فوضت عبد الله، انت اللي بدات، وبتفاوض رمضان رغم ان رمضان مش عايز يروح. وقبل كده انا مديك جمال عبد الحميد، ومديك حسن مصطفى، ومديك احمد حسن، ومديك حسن ياسر محمدي، واحمد سمير مديك لعيب حسام حسن وابراهيم حسن وعصام الحضري بعد ما عمل معانا كده، ورحت انت رايح جايبه. حتى الجوهري فوضت معاه بعد ما الاهلي سابه، حتى هولمان. فالموضوع انت بتتكلم في ايه؟ ده كوره. انا بالنسبه لي انا شخصيا ما احبش ان امام عاشور يلعب عندي، بس انت مالكش فيه، ده قرار النادي الاهلي. ما تزايدش عليه. وصل الفكره معاك ازاي؟ لان انت يعني انا بصراحه بما يرضي الله، لو انت راجل ابنك هيلعب في الاهلي والزمالك هتختار تقول له روح امضي في مين؟ اقسم بالله لو انت زملكاوي هتقول له امضي في الاهلي. معروفه يا عم. يعني هو اصلا امام عايز يجي الاهلي ليه؟ ولا مصطفى فتحي ولا فتوح؟ بسبب مرتضى، بسبب المشاكل بتاعت المستحقات، بسبب مش بسبب ان هو انتماءات. اللي بيحصل جوه الزمالك ده مش اجواء صحيه خالص لاي لاعب ان هو يتالق. وصل والا انت بص كده طرد للنجوم، ساسي بيمشي وبن شرقي بيمشي كل النجوم اللي عندك بتمشي وبتمشي وبتقعد تشتكي، فاهم الفكره؟ ودي طبعا بعض المقارنات بقى بين ايه، بين لعيبه الاهلي والزمالك قبل القمه. إيه، عندك كهربا والجزيري. كهربا شارك 11 مباراه جاب 6 اهداف، الجزيري شارك 25 مباراه جاب 7 اهداف، ده في الدوري طبعا. المقارنه بين تاو وشيكا، بيرسي تاو شارك 18 مباراه جاب 3 اهداف وصنع هدف، شيكابالا شارك 20 مباراه جاب هدفين وصنع هدفين. علي معلول وفتوح، اللي هو فتوح بقى عاملينه بقى، فاهم انت، رغم انه عايز يجي برضه. معلول شارك 23 مباراه جاب 7 اهداف وعمل 6 اسيست. فتوح للاسف شارك 18 مباراه جاب جونين وعامل 3 اسيست. طبعا انت هكلمك عن الارقام التاريخيه مثلا بين الاهلي والزمالك، الارقام الكبيره. بص كده على على القائمه اللي انا حاططها لك دي. ها، لو انت قدرت تفوز على الاهلي بهذه الارقام بالشكل ده يبقى اتكلم. زائد ان انا اقول لك على رقم انت مش هتستغربه جدا. بطولات الفرق كلها في مصر محليا قصاد النادي الاهلي. تعالى للدوري، الاهلي واخد الدوري 43 مره، كل الفرق الثانيه واخد الدوري 21 مره. الاهلي واخد السوبر المصري 13 مره، كل الفرق الثانيه واخد الدوري واخد السوبر المصري 7 مرات. الاهلي واخد كاس مصر 38 مره، كل الفرق الثانيه واخد 54 مره. انت بتتكلم عن ايه؟ الاهلي اصلا ما فيش حد بينافسه، ما فيش حد مثلا يقول لك ايه قطبين. كلمه قطبين دي غلط. انت ممكن تبقى الثاني رغم ان بيراميدز دلوقتي هيحقق المركز الثاني ده، بس ما فيش قطبين. انت فين انت؟ قطبين دي يعني نبقى قريبين من بعض، ما فيش اي تنافس اصلا. انت الموضوع بقى صعب عليك جدا جدا جدا، حتى في الشارع دلوقتي وفي انتقالات اللعيبه. انت مرتضى بوظ لك سمعتك اساسا. الاهلي طبعا التشكيله بتاعته، التشكيله بتاعت الاهلي مكتمله، ما اعتقدش فيه غيابات غير عمرو السوليه ومحمود متولي، وكده كده الراجل هيلعب بهاني وعبد المنعم وياسر ومعلول، وقدامهم مروان وديانج وقفشه وحسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا ومعاه بود الاقوياء. نفس القصه الراجل الثاني اسوريو بتاع الزمالك برضو، التشكيله بتاعته 3 2 4 1 اللي بيلعب بيها بعد ما اللعيبه بدات تفهمها واتقنتها. متخيل مباراه في منتهى الروعه يا جدعان. في النهايه يعني ايه، احنا كده كده اخوات واصحاب، واي حاجه بتبقى من منطلق الهزار. وتابعني يا صاحبي، اعمل اشتراك في القناه لو كنتش اشتركت.